السلام عليكم، اهلا بيكم مع ام شريف. النهارده هنعمل مع بعض القشطه اللي احنا بنشتريها في حلويات المولد او المارشميلو، بس هنعملها بشكل القشطه اللي متغلفه بجوز الهند زي ما بنشتريها في حلويات المولد بالظبط. طبعا احنا بنشتريها بسعر غالي جدا، لكن هي تكلفتها بسيطه جدا، وهنعملها سوا بمقادير موجوده ان شاء الله في كل بيت. معايا كوبايتين من السكر بنفس المعيار بتاع الكوبايه دي، حطيته طبعا في الكسرولة هنا اهو. ومعايا معلقتين كبار من الجيلاتينا، وهاخد 3 معالق كبار من العسل الكلوكوز. هتقولوا لي ما عنديش عسل كلوكوز. عسل كلوكوز ضروري جدا في الوصفه دي، وهو مش غالي. البطرمان ده ب 12 جنيه كله، هو كيلو، وبيقعد معاكي يعني فتره طويله جدا. ما هوش غالي، هتلاقيه موجود عند اي عطار او اي محل بيبيع حاجات الحلويات، وموجود برضو كمان في السوبر ماركت، يعني هتلاقيه موجود، بس اسالي عليه. كل اللي انا هعمله هاخد، وطب زي ما قلت لكم كوبايتين سكر بنفس المعيار، كوبايه ميه هنحط نصها على السكر ونصها على الجيلاتين. هاخد 3 معالق كبار من العسل الجلوكوز، وهحط كيس فانيليا عشان تبقى ريحتها فانيليا. حابه تحطي اي منكهات تانية انت حره، حابه تضيفي برضو لون برضو انت حره، بس احنا عايزينها تبقى بيضه عشان تبقى فعلا شكل القشطه. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الكوبايه بتاعتي دي، هحط نصها كده ميه، وهخلي النص التاني هضيف فيه الجيلاتين اهو، وهقلب. هحط 3 معالق من العسل الجلوكوز على الخليط ده، وهنشوفه مع بعض هنسويه ازاي على النار. طبعا انا ضفت النص التاني من الميه، وهحطها كده ميه عاديه، مش شرط ميه دافيه ولا حاجه، ميه عاديه خالص من الحنفيه اهو. وهقلب الجيلاتينه بتاعتنا، وهسيبها تتشرب كل الميه دي على ما الشربات بتاعنا يجهز، وهنضيفه عليها ان شاء الله. هي خطواتها سهله اهي، بس عايزه اقول لكم برده الوصفه ديت ضروري جدا يكون فيها مضرب كهرباء، ما ينفعش مضرب سلك، ما ينفعش خلاط. بصوا خلاص الجيلاتينه بتاعتنا شربت كل الميه، هسيبها كده على جنب، وهنروح على النار بقى نشوف هنعمل ايه ونسوي الشربات بتاعنا. هضيف كيس الفانيليا، دلوقتي انا هقلب السكر على النار اهو، على نار هاديه اهيت الاول، عشان السكر بتاعي ما يعملش على الحروف ويحصل تسكير للسكر اهو. اول ما السكر بتاعي ما احس ان هو داب، هنزل عليه بالثلاث معالق كبار عسل كلوكوز، او نص كوبايه بنفس المعيار اللي احنا عاملينه ده. دلوقتي هنزل بالعسل الكلوكوز اهوت، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العسل الكلوكوز عامل ازاي؟ في ممكن يقولك نعمل شربات تقيل ونحطه بداله، يعني برضو مش هيبقى بنفس النتيجه. شايفين هو عامل ازاي اهو. هضيف تاني طبعا اهو كده، تاني معلقه اهو. طبعا ما ينحطش في التلاجة لانه هو اصلا بيبقى ماسك. بصوا دلوقتي ابتدى يغلي ازاي اهو، انا مش عايزاه ياخد لون. اول ما الاقيه بيغلي قوي كده اشيله شويه كده من على النار يهدى بس اهو. بصوا ابعده بس شويه من على النار عشان مش عايزاه ياخد لون اهو. بصوا النار هاديه زي ما هي اهو. شايفين مفيش لا حبايه سكر بارزه بره ولا مسكر ولا اي حاجه خالص. هحطه تاني على النار اهو. هعرف ازاي ان هو ما بياخدش وقت على فكره في السوا. هعرف ازاي ان هو وصل للقوام المظبوط. بصوا كل واحد طبعا على حسب انت بتحبي ايه. لو بتحبيها بتقطم معاكي بسهوله كفايه لحد كده وخلاص واطفي. لو بتحبيها تاخد معاكي مطه شويه كده زي المارشميلو، سيبيها كمان دقيقتين على النار. فطبعا كل واحد وذوقه، انت بتحبي ايه هتعملي. انا هسيبها كمان شويه كده، هوريكم برضو ازاي تعرفوا ان هي وصلت للقوام المظبوط. بصوا بقى انا جبت طبق وحطيت فيه شويه من الميه، هاخد كده بطرف الشوكه كده وهنزل نقطتين كده. شايفين اهو. هشوف النقطتين دول هيعملوا لي ايه، هل هيكونوا كده ويعملوا لي كوره ولا هتبقى تعتبر ميه. طبعا انا بقلب تاني اهو، هشوف الطبق كده ايه الاخبار اهو. تعتبر لسه ما اتكونتش، هسيبها برده تاني شويه.
بصوا انا خدت، بصوا نقطه اهي، بصوا شايفين الخيط الرفيع ده اهو، احنا عايزين الخيط ده. يعني انا خدت نقطه وحطيتها على الرخامه ومسكتها بعد ما بردت شويه عشان خاطر اوصل ان هي عملت الخيط الرفيع ده اهو. خلاص كده تعتبر استوت معايا. انا هطفي النار، لا مش هطفي، استنوا بس نشوف هنعمل ايه. هسيبها اهوت، هجيب الجيلاتينه ندوبها في السخن عشان خاطر تسهل معانا والجيلاتينه تدوب خالص في قلب الخليط ده. دلوقتي انا جبت الجيلاتينه بتاعتنا هي، هنزل بيها على الخليط اهو لحد ما تدوب تماما عشان خاطر ما يبقاش لها اي اثر اهو. هتقولوا ما عنديش جيلاتين، لا هي لازم الجيلاتين على فكره، والجيلاتينه مش غاليه، يعني الوصفه ديت لو هتروحوا تجيبوا ب5 جنيه هيفيد منكم كتير جدا. غليت اهي كده خلاص هطفي. انا جبت حاجه ستانلس، ضروري ستانلس اهي، وهنزل بالخليط كله. شايفين الجيلاتين كله دايب اهو. خلي بالك سخن جدا جدا، يعني اي لسعه فيه هتسيب اثر. ضروري بقى المضرب الكهرباء. خلاص احنا نزلنا كل حاجه. شايفين الخليط عامل ازاي ولونه عامل ازاي؟ هنشوف في الاخر هيبقى لونه عامل ايه. ضروري بقى المضرب الكهرباء. هنجيب المضرب السلك وهنضرب. حبايبي انا هستمر بالضرب بالشكل ده. شايفين هي يعني ما كملتش الخليط ده، ما كملش نص الحله الاستانلس بتاعتي. انا هتنيني اضرب فيها لحد الحله دي ما تتملي والقوام يتقل خالص ويبقى ابيض. شايفين اللون مصفر شويه اهو. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو هضرب حوالي 10 دقايق كده وارجع لكم. طبعا لو عندك عجان حطيه في العجان وشغلي المضرب اسهل، لكن انا ما عنديش الا ده، همسكه بايدي كده واعمل. هضرب شويه بقى وارجع لكم. ودلوقتي القوام بصوا ابيض وبقى هشش خالص اهوت، بس برضو لسه سايل. انا بوريك المراحل عشان ما تقوليش ان هو خلاص كده ابيض يبقى ده تمام. هتسيبيه ويجي يبرد مش هتلاقيه فيه مطه وهيسيب اسايل منك. شايفين اهو ابيض الخليط وعالي معانا اهوت، لكن لسه بصوا اهو. لا احنا مش عايزينه كده. هوريكم بقى القوام الاخراني هيبقى عامل ازاي. هضرب بقى وارجع لكم. دلوقتي خلاص خلصنا القوام. شايفين بتاع القوام بقى عامل ازاي؟ هوريهولكم دلوقتي واحنا بنصبه. انا جبت صينيه، مش شرط تكون صينيه بتتفتح خالص، اي صينيه المونيا مستطيله عندك. دهنتها زيت. ممكن تجيبي صينيه وتحطي عليها تفرشي عليها كيس بلاستيك، تفرشي عليها كيس بلاستيك احسن لك يعني. وممكن تجيبي الصينيه زي دي وتدهنيها دهنه من الزيت. عندك حلين، يا تعمليها بجوز هند زي ما انا هعمل، يا اما ترشي سكر بودره على نشا من تحت ومن فوق. طبعا انا بحبها بجوز الهند، ما بحبهاش بالنشا. ادي الصينيه بتاعتي هحط لها طبقه حلوه من جوز الهند اهو. شويه من الزيت احتياطي يعني برضه عشان تسلك معانا. هوريكم القوام اهو اللي احنا عايزينه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام عامل ازاي؟ شايفين الفوم اللي هو عامله اهو. شايفين المعلقه كمان لما اندهنت بالزيت مش هتليط معانا قوي برضو وتمسك كل حاجه فيها كده اهو. يعني على قد ما هنقدر برضو مش هنخلي حاجه اهو، لان هو بصوا شبيه كده باللبان. بصوا اهو، بس طعمها حلو جدا. انا بحبها فعلا انا والولاد اهو. هحاول كده نساوي. طبعا هاخد كل حاجه طبعا في الصينيه. دلوقتي انا صبيت كل الخليط اهوت. هحاول اخلي الخليط بتاعي يخش في كل الصينيه كده اهو. طبعا هو طبعا مش سهل يعني، بس بالراحه اهو اهوت. وبعدين نساوي الوش بتاعه. طبعا انا بيته. لو انت هتعملي بنشا وسكر ترشي زي ما رشيت برضو كده اهو. بس انا جربت بصراحه النشا والسكر قبل كده لان انا بعملها كتير جدا. ما حبيتش النشا والسكر بصراحه يعني. انا بصوا بقى هرش شويه جوز هند. هجيب انا بقى الجوز الهند اهو. هرش شويه برضو بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
وانا برش بقى بالجوز الهند بس بسرعه وانا احنا بنعمل عشان خاطر ما تنشفش، لان هي بتتطبع بسرعه اهو. بصوا اهو، اما رشيت الجوز الهند سهل جدا ان انا هساوي بايدي وخلاها كلها سوا بعضها اهو. بصوا ضروري اسيبها حوالي 4 ساعات او 5 ساعات، او ممكن اسيبها تبات ليله بره التلاجة، ما احطهاش في التلاجة عشان وشها ما ينشفش، بره التلاجة. وبعد كده هنقطعها تاني مع بعض. عايزه اقول لكم انها اقتصاديه جدا، عملت لنا ما شاء الله كميه كبيره. طبعا حابه تحطي على وشها فواكه مسكره، حابه تسيبها بجوز هند بس، حابه تلونيها، حابه تعمليها بالكيس الحلواني كده وتعمليها اشكال. طبعا بصوا بقى الكرة في ملعبك، تعملي زي ما انت عايزه. ما شاء الله شايفين الصينيه شكلها تحفه ازاي، هتبقى خفيفه وحلوه جدا. هبيتها ديت ليله، لان احنا دلوقتي حوالي بقينا العصر، ممكن ان شاء الله لحد الصبح بكره نقطعها مع بعض ونشوفها. النتيجه هتبقى هايله ان شاء الله، جربوها وان شاء الله هتبقى حلوه. هنسيبها لحد الصبح ونرجع نكمل مع بعض. ودلوقتي القشطه بتاعتنا فات عليها كام ساعه، هنشوف اهوت هنقطعها مع بعض. بصوا ما شاء الله جمدت خالص ازاي، ما اتحطتش في التلاجة ولا اي حاجه خالص. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقطعها طبعا مربعات او على حسب ما احنا عايزين اهو. انا جايبه السكينه بتاعتي، ممكن تبليها جوز هند عشان تتقطع معاكي اهو بالراحه وانت بتقطعيها، عشان ايه هي تلاقي الجنب اللي فيها بيشبط شويه اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، طعمه جدا وحلوه جدا اهي، ما كلفتناش اي حاجه خالص. اتمنى انها تعجبكم، ولو عندكم اي استفسار برضو بعتولي. ملحوظه عايزه اقول لكم، لو انتوا هتحطوا الزبيب على وشها كده زي ما انا حطاها، حطوا الزبيب الاول وبعد كده رشوا جوز هند، لان انا في بعض الزبيب كده انا حطيته وجه عليه جوز هند بيقع زي ما احنا شايفين اهو. لكن لو انت مغطساه في الاول من قبل جوز الهند ما يعمل طبقه عازله هيبقى احسن. فغطسي الاول الزبيب واضغطيه قوي تحت وبعد كده رش جوز الهند. اتمنى انها تكون تعجبكم واشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو جديد.